دوري على طعم السردين البيتي زي المحلات، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعرض مع بعض طريقة تقليدية وسهلة وبسيطة لتمليح السردين بأسلوب سهل وواضح، وهنوضح كمان المقادير والنسب الصحيحة وأهم النصايح اللي تضمن لك نجاح الوصفة ومن أول مرة بإذن الله. ولو حابين نتيجة مضمونة ومظبوطة وطعم ثابت، الفيديو ده هيكون مرجع أساسي ليكي. وما تنسيش تعملين لايك وشير وسبسكرايب. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المقادير معانا، وخطوة بخطوة هتتعلميها وتعرفي تعمليه. أول حاجة هنجيب كيلو سردين، طبعا الكمية اللي انتوا حابينها، بس احنا هنعمل النهاردة كيلو سردين. هنغسله كويس قوي، مش هنفتحه، هيبقى السردين مقفول، وهنصفيه وهنرصه في صينيه زي ما انتم شايفين. انا طبعا نشفته قبل ما ارصه في الصينيه، ودي تنشيفه بسيطه كده باي منديل ورقي عندك لو في اي زوائد من الميه، لكن انا منشفاه كويس قوي قبل ما نرصه في الصينيه علشان يكون سهل معايا. هنجيب 4 معالق ملح ومعلقه شطه ومعلقه كركم. دي مقادير لكيلو واحد سردين: 4 معالق ملح، معلقة شطة، معلقة كركم. ما يكونش أزيد من كده لكيلو السردين، علشان ما يكونش يعني ما يبقاش حادق معاك. طبعا هنقلب المكونات كويس مع بعض، دي أول خطوة احنا لازم نعملها، أو دي تاني خطوة من الخطوات اللي احنا عملناها. غسلنا السردين، نشفناه، قلبنا المكونات اللي المفروض احنا هنملح بيها السردين. والتالت مرة هنقول معلقة شطة، معلقة كركم، 4 معالق ملح. ملح اللي احنا بنستخدمه في البيت عادي خالص. هنجيب بقى اي علبة انتوا هتقرروا تحطوا فيها السردين بتاعكم. اول حاجة هنحط اكياس مطبخ في العلبة. طبعا هنحطها عكس بعض زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العلبة دي هتكفي كيلو معايا. وبعدين هنجيب بقى برضو كيس تاني نظيف، ما يكون يعني نتأكد ان هو نظيف، وهنفتحه وهنحطه كده في العلبة فوق الاكياس اللي المطبخ اللي احنا حطيناه. وهنبتدي مع بعض بقى نشوف السردين، مع اسفة الملح بتاعنا او المكونات بتاعتنا. هنرش تحت شوية في قعر في قاع الكيس، وبعدين هنفتح الخياشيم زي ما انتم شايفين كده، ونجيب شوية ملح بقى مع الكركم مع الشطة، ونبتدي نحطها في الخياشيم. دي اول خطوة هنعملها، دي اهم حاجة. وبعدين احنا هنرصها في العلبة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. احنا هنجيب واحد سردينة سردينة ونحط في الخياشيم شوية ملح زي ما انتم شايفين. دي خطوة مهمة وسهلة وبسيطة جدا. لكن انا قربت طبعا المكونات علشان تبقوا شايفينها اكتر. زي ما انتم شايفين احنا حطينا طبقة ملح وهنرص عليها، وطبعا حطينا الملح في الخياشيم، وهنرص في اول صف هنحط السردين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. دي من الخطوات المهمة اللي احنا لازم نبقى عاملينها. احنا رصينا اول صف، وهنبتدي ناخد شوية كده ملح مع الكركم مع الشطة. طبعا الشطة اختياري، لو انتوا مش حابين شطة مفيش مشكلة. هنعمل طبقة، والطبقة التانية هنعملها بنفس الطريقة. هنحط في الخياشيم ملح، وبعدين هنرصهم، وبعدين نرص الطبقة ونفرش عليها الملح والكركم والشطة زي ما انتم شايفين كده. طبعا مفيش اسهل من كده لتمليح السردين. زي ما انتم شايفين احنا بقى ايه، هنكمل برضو نفس الخطوات لكل الكيلو بتاعنا. طبعا لو حابين حاجة اغوط مفيش مشكلة بصراحة. يعني انا كان المفروض ان انا احطها في حاجة في علبة اغوط شوية، بس يعني هي دي اللي كانت موجودة وقتها فعملتها. بصراحة كانت حاجة كويسة بالنسبة لي، لان انا خلصت وما اضطريتش ان انا اغسلها ولا حاجة، انا رميتها. طبعا بنحط كمية مناسبة من الملح والفلفل، الملح والشطة والكركم زي ما انتم شايفين كده، بنغطيها كويس. يعني احنا بنحاول ان ايه نغطي كل اللي على الوش علشان تبقى متداريه بكل الخلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى اي زيت عندنا، هنرش شويه زيت كده محترمين، يعني حوالي نص كوبايه او ربع. انا حطيت حوالي ربع كوبايه. طبعا مرحله الزيت دي مهمه قوي، ان احنا حاطين كميه ملح، وكميه الملح دي ممكن تخليها في ناس يعني، او احنا عموما احنا بنبقى حابين السردين او الملوحه
او اي حاجه احنا هنخللها يبقى الملح بتاعها مظبوط. الزيت هيخلي السردين ما يمتصش كل كميه الملح، وهيخليه مش هيبقى عادم، لكن هيبقى المتوسط الملوحه، يعني مش هيبقى مالح قوي وهنعرف ناكله. زي ما انتم شايفين احنا قفلناها كويس قوي، وبقى هنركنها اسبوع كامل مش 3 ايام زي ما كل الناس بتقول. 3 ايام هيبقى ني معاكم، مش هيبقى حلو خالص. من الافضل ان احنا نحطه اسبوع كامل. اسبوع كامل السردين بتاعنا هيتخلل، هيبقى زبدة معانا، هيبقى طعمه حلو جدا، وهيبقى مستوي، وهيبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين انا فتحت عليها بعد اسبوع كامل. يعني انا كنت عايزه انزل لكم الوصفه قبل ما تتملح، وبعدين اعمله افصل الفيديو على خطوتين. بس بصراحة انا حبيت ان انا احط الوصفة كاملة في فيديو واحد علشان تشوفوا قد ايه هو الموضوع سهل وبسيط ومش صعب خالص. زي ما انتم شايفين اهو انا فتحت عليها بعد اسبوع كامل. بصوا انا مش قادره اوصف لكم الريحه كانت عامله ازاي، كانت حلوه قوي. طبعا اللي بيحب السردين هيبقى قابل ريحته، هيبقى عارف ان هو قد ايه كده نجح معانا، وكمان هيبقى طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم الريحه بجد بجد اتجنن، وكان حلو، وكل اللي داقه عجبه جدا. زي ما انتم شايفين كده ده الكميه الكيلو بتاعنا، وبعد فتحت عليها بعد اسبوع. بصوا عامل ازاي بجد، زبده وتحفه. انا هحطه في العلبه دي طبعا علشان انا هحفظها في التلاجة، فانا رشيت شويه ملح، وهحط على شويه زيت كمان في العلبه. زي ما انتم شايفين كده هحط شويه زيت علشان انا هحطهم في التلاجة يبقى جاهز للاكل. انا مش هحط كتير، يعني هي ايه زي معلقتين كده، وبعدين اوزعهم في العلبه بتاعتي. دي اللي انا هنضف فيها السردين بتاعنا. ناخد بقى السردين، انا هنضف الكميه كلها وهرصها في العلبه دي. بصراحه دي افيد ليا، بدل ما اخد واحده واحده ولا 2، حسب بقى انا هاكل قد ايه او احنا هناكلهم ازاي. بصراحه احنا خلصناهم في ساعتها يعني. فاحنا هننضف السردين وهنرصه كله في العلبه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بجد تحفه، انا مش قادره اوصف لكم اصلا يعني بجد، وانا ماسكاه كده يعني مش قادره اوصف لكم هو كان عامل ازاي. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي في الكومنتات عجبكم ولا لا، والطريقه كانت ناجحه ولا لا. وبعدين انا عايزه اقول لكم ان السردين مش هيبقى موجود لفتره طويله في السوق، هو ده الموسم بتاعه. فاللي عاوز يخلل بقى ويخزن شويه كده يلحق ينزل يشتري وينقيه كويس. طبعا في احجام اكبر من دي، بس انا اليوم اللي انا نزلت اشتري فيها ما كانش فيه غير الحجم ده. بصراحة كنت مستعجلة ان اعمل الفيديو، فاضطريت اني انا اجيب الحجم ده. بس بصراحة يعني ان شاء الله لما انزل والاقي احجام اكبر انا ان شاء الله هجيبها، وممكن اصوره كمان معاكم باذن الله. زي ما انتم شايفين انا كده قشرت الجلد. بصوا تحفة والله، انا مش قادرة اوصف لكم. هو بس الاضاءة عندي بسيطة، بس حقيقي لو الاضاءة كويس شوية كان انا عايزة اقول لكم اللحم بتاعه احمر كده واوميجا 3. انا مش قادرة اوصف لكم هو عامل ازاي. طعمه حلو جدا جدا الحمد لله. يعني انا كنت مبسوطة جدا ان هو نجح معايا، وانه كمان طلع طعمه حلو. انا بقى هنا بقى قاعدة بقى وقفت كده زي نص ساعة قاعدة انضف فيه كله، علشان بقى ايه اظبط الدنيا بقى وارمي العلبة بقى واخلي الايه الدنيا مظبوطة معايا. زي ما انتم شايفين كده يعني بجد بجد انا هبقى سعيده جدا لو انتوا جربتوا الوصفه وقلتوا لي في الكومنتات الوصفه نجحت معاكم ولا لا. وان شاء الله هي تنجح معاكم من اول مره، لان دي للمبتدئين. وبجد هكون سعيده جدا لو قلتوا لي في الكومنتات الخطوات كانت سهله ازاي معاكم، وان هو قد ايه ناجح معاكم. وبقى عايزه بقى اشوف هتجربوا معايا ولا لا. يعني وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الطريقة تكون واضحة وسهلة وتقدري تطبقيها بكل نجاح. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة علشان توصلك كل الوصفات الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.